السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بنبتدي الفيديو بتاعنا كالمعتاد بان احنا اول حاجة بنصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تاني حاجة بفكر نفسي قبل ما افكركم ان احنا ندعي لأهلنا وولادنا واخواتنا في فلسطين، ان ربنا ينصرهم، ان ربنا يكبر بخاطرهم، وان ربنا ينجيهم يا رب. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده بقى ان شاء الله جايين ندردش مع بعض في شويه جمل، شويه عبارات اتربينا عليها احنا او بعضنا اتربى عليها، وللاسف بعض الجمل دهيت لسه اولادنا بيربوا اولادهم عليها. جمل بجد في منتهى الخطوره. جمله مثلا زي جمله الراجل ما بيعيطش. جملة تانية الضحك كل شوية عمالة على بطلتي قلة أدب. جملة كمان مفيش حاجة تخليك متضايق كده، مش من حقك انك تتضايق. جملة كمان انت بنت نكدية وبتحبي تنكدي على نفسك. بجد الجمل دي من اخطر الجمل اللي حقيقي اتربينا عليها وبنربي لسه احنا اطفالنا عليها او اولادنا بيربوا اطفالهم عليها. الجمل دي بجد جمل صعبة جدا، لان احنا كده بنربي وبنعود اولادنا على ان هم يكتموا مشاعرهم وانه ما يعترفوش بيهم. لا، ده كمان بيخليهم يحسوا ان هم يا اما مقهورين يا اما محدش حاسس بيهم، ودي في حد ذاتها دي مشكله كبيره جدا، لانه في الاخر بيخلينا نطلع رجاله وستات جامدين قاسيين، لا هم قادرين ان هم يسعدوا نفسهم ولا حتى ان هم قادرين يسعدوا اللي حواليهم، لانهم ما اخدوش على ان هم يعبروا عن اللي جواهم او يعبروا عن اللي هم عايزين يقولوه. هحكي لكم حاجه انا شفتها قدام عينيا واحنا كنا قاعدين في النادي. شفت طفل بيتعلم سباحه برايفت، عنده 4-5 سنين. الطفل ده كان عمال يدور على مامته فعيط لما ملقاش مامته موجوده. فالكابتن بتاعه جه قال له ايه انت بتعيط ليه؟ مفيش راجل بيعيط، مفيش سباح بيعيط. فلما خلص التمرين وجت مامته جري عليها وعيط، فقالت له انت بتعيط ليه؟ قال لها عشان انت مشيتي وسبتيني. قالت له طب وايه يعني لما اسيبك وامشي؟ مفيش راجل بيعيط، مفيش حاجه تستاهل انك تعيط. ايه رايكم في الام دهيت اللي هي قالته صح ان انت ما تعيطش، الرجاله ما بتعيطش لطفل؟ الجمله دي اتقالت لطفل عنده 4-5 سنين. انا شايفه ان الجمله دي مش صح. احنا عايزين نعلم ولادنا ان هم لما يتضغطوا يعيطوا في حضننا، وخصوصا لما بيعيط الشخص ده في حضن حد بيحبه بيرتاح. لازم نعلم اولادنا ان هم يعبروا عن مشاعرهم، ما يكبتوهاش، عشان لو اتعلموا ان هم يعبروا عن مشاعرهم هيطلعوا في الاخر ناس سويه، ناس مرتاحه، وتطلع نفسيتهم كويسه. لكن لو فضلوا يكبتوا في مشاعرهم، لا ما تعيطش، لا ما تتضايقش، لا لا لا، هتلاقي في الاخر احنا بنطلع جيل عباره عن فراعنه في مشاعرهم، وفي الاخر من جوه فاضيين، فراغ. هنطلع ناس جباره متجبره، يا اما هنطلع شباب بيتجبروا على اخواتهم البنات، يا اما بيتجبروا على اسرتهم، وفي الاخر هيكونوا اشخاص غير مرغوب فيها تماما. ليه؟ عشان ما خليناش ان هم يعبروا عن مشاعرهم، او ما خليناهمش يتكلموا عن اللي جواهم. مش من حقكم انكم تعيطوا، انتوا رجاله. جملة ان الراجل ما بيعيطش دي من اكتر الحاجات اللي اتربينا عليها غلط، لان الراجل بشر وبيعيط عادي. هو ممكن يكون عنده قوة تحمل، لكن مهما يكون قوة تحمله بيجي عليه وقت لازم يعيط، وبيعيط عادي، ده بشر. من حق الراجل لما حد عزيز عليه يموت يعيط. بنلاقي بعض الرجالة لما حد عزيز عليهم بيموت بيفضل ماسك نفسه، ماسك دموعه قوي، لدرجة ان الرجالة دهيت الناس بتعتقد ان هي صامدة جامدة ما عندهاش مشاعر. لكن الحقيقة اللي بيحصل ان مع اخر باب بيتقفل على الراجل ده بينهار من العياط. الراجل في حالات كتيرة جدا من حقه ان هو يعيط ويبكي. الراجل بيعيط لما بيشعر بالقهر والظلم وتبقى ايده مش طايلة، لما بيشتغل في مكان غصب عنه عشان لقمة العيش، لما بيقبل اوضاع مش انسانية تماما عشان خاطر عياله، لما قلبه بيتكسر وامله كله بيضيع وحلمه بيبعد عنه، لما بيبقى قاعد في السرير راقد في السرير عيان مش قادر يقوم يناول لنفسه حبة المية او الدواء اللي بياخده، وهو كان انسان بيروح ويجي.
لما اقرب الناس بتتخلى عنه وبيلاقي نفسه لوحده تماما بيبكي. احنا مش هيكون، مفيش ولا راجل على وجه الارض هيكون احسن او زي الرسول عليه الصلاه والسلام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم بكى. فالعياط مش حاجه وحشه. المشاعر اتخلقت عشان نعبر عنها. مفيش حاجه اسمها الراجل ما يعيطش. الراجل بيتاثر وبيبكي عادي. هو في الاول وفي الاخر انسان معرض للحظات انكسار وحظات ضعف، ولازم يعبر عنها. وده طبعا افضل بكتير من الكتمان وانه يحافظ على شكله قدام الناس ويبان انه جامد. برغم ان انا مش عارفه ايه العلاقه بين ان الراجل يعيط وان هو يبقى جامد. الراجل مهما كان قوي، عصبي، غبي، مغرور، اناني، هو في الاخر انسان بيحتاج في الاخر انه الايد تطبطب عليه وحد يقول له معلش. الراجل عليه ضغوطات كتير ومفروض عليه حاجات كتيره يعملها ويتعب في كل حاجه، وفي الاخر بيقولوا مش راجل لمجرد ان الراجل عيط. بيحس الراجل انسان بيحس وبيعيط عادي. المشاعر اتخلقت عشان نعبر عنها. المشاعر ده بتدل، لما بتعبر عنها بتدل على انك انسان سوي صحيا ونفسيا. وفي الاخر اوعوا تقولوا لاولادكم ما تعيطوش، اوعوا تقولوا الراجل ما بيعيطش، اوعوا تربوا الولد على كده، اوعوا تقولوا لبنتكم انت بتعيطي ليه، هو العياط بيحل ايه؟ لا، العياط بيحل حاجات كتيره جدا نفسيا. احنا لو هنفضل مكبوتين كده هنخش في كتير من الامراض النفسيه احنا في غنى عنها. لما نحس ان احنا عايزين نعيط نعيط في حضن ناس بيحبونا يفهمونا، علشان نقدر حقيقي نتخطى مشاكل كتير سواء نفسيه او صحيه احنا في غنى عنها. العياط مشاعر وانسانيه، والمشاعر والإنسانية دي ربنا سبحانه وتعالى لما خلقها في الإنسان ما خلاهاش بس للبنات أو للستات، لا، خلاها للبشر كلها، سواء الستات، البنات، الرجالة، الأولاد وغيرنا. فالعياط ده هو حاجة صحية، حاجة طبيعية، مش حكر على نوع معين من البشر، لا. دي جملة من الجمل اللي هي الخطيرة اللي اتربينا عليها أو بعضنا اتربى عليها، ولسه في بعض الأولاد من أولادنا بيربوا أولادهم عليها. صدقوني الجمل دي في حاجات كتيرة فيها غلط، فبلاش الأخطاء اللي احنا وقعنا فيها أولادنا يقعوا فيها. الدردشة بتاعت المرة دي مش لينا احنا بس كأمهات، لولادنا سواء البنات أو الصبيان أو الرجالة، سواء لأزواجنا، سواء لإخواتنا الرجالة. من حق الراجل ان هو يعبر عن نفسه، يعبر عن نفسه، زي من حقه ان هو يعبر عن فرحته، من حقه انه يعبر عن حزنه، من حقه ان هو يعيط، من حقه حاجات كتيرة جدا. مفيش حكر للمشاعر لنوع معين من البشر والبشر التانيين لا. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وهستنى تعليقكم. السلام عليكم.